سؤال كتير بيجيلنا، إيه اللي بيميز محضر الطعام عن الأجهزة المنفردة في المطبخ؟ الإجابة بسيطة، لو في وظايف المطبخ بيحتاجها زي الخلط والتقطيع فدي وظايف استعمالها شبه يومي، فطبيعي إن ست البيت تشتري خلاط قدرته غالباً من 500 ل 600 واط، وأكتر من كده هيبقى تمنه غالي. ولو لتقطيع الخضروات نحتاج قطاعة خفيفة قدرتها في المتوسط 500 واط، لكن لو هنعمل لحمة ودي استعمالها أقل هنحتاج كبة لا تقل عن 1000 واط، وممكن برضو نحتاج عصارة برتقان وبرضو استعمالها قليل. لو جمعنا تمن الأجهزة دي منفصلة هنلاقيها تقريباً قد تمن المحضر اللي يقوم بنفس الوظائف. طيب كده إيه الفايدة إن نجيب محضر؟ هقولك، لو اشتريت المحضر اللي يقوم بالوظائف دي بالسعر المكافئ ليهم هيكون قدرته غالباً 1000 واط، يبقى خلاطك وعصرتك وقطعتك بقت أقوى. مش بس كده، المحضر بيكون فيه نظامين للسرعة، سرعة مباشرة من الموتور ودي غالباً لتشغيل الخلاط للحصول على أفضل أداء، والحوض الكبير بيكون على نظام نقل حركة لزيادة العزم ولكن بسرعة أقل، وده بيخلي المحضر يعمل كمية أكل أكبر بكتير في الحوض ولكن ممكن تاخد وقت أطول شوية، ودي تاني ميزة. تالت ميزة إن المحضر غالباً بيبقى فيه تحكم في عدد السرعات، وكل سرعة بتناسب وظيفة أو نوع أكل معين، يعني تحكم أفضل. رابع ميزة إن المحضر بياخد مساحة تخزين أقل في المطبخ، وأغلب ستات البيوت من كتر استخدامه بتحط الموتور على رخامة المطبخ على طول، وبتخزن بس الإكسسوار في كباين المطبخ، وده بياخد أقل حيز ممكن، خاصة لو المطبخ صغير. أخيراً بقى إن بنفس الفئة السعرية اللي قلناها أو أكتر شوية ممكن المحضر يكون فيه زيادة بعض الوظائف زي عصارة تفاح أو طقم مباشر أو عجان، وكمان بعض موديلات المحضرات بتدي مع وظيفة الكبة وظيفة المفرمة. كده إحنا وفرنا أجهزة كاملة بتكلفتها والمساحة المطلوبة ليها، والوظائف دي برضو قليلة الاستعمال لكن أجهزتها أغلى. عاوزة أقولك كمان إن كل الأجهزة والمحضرات تقدري تلاقيها على موقعنا moodyhand.com. الخلاصة إنك بتاخدي كل وظائف المطبخ لكن بتحكم أكبر في السرعة ومساحة تخزين أقل وقدرة تشغيلية أعلى. أعتقد كده إنك عرفتي ليه محضر الطعام بيفرق، ويتبقى الأهم إنك تعرفي تختاري الفئة المناسبة ليكي، وده هنشرحه في الفيديو اللي جاي اللي هيكون مقارنة شاملة بين فئات وموديلات المحضرات. ما تنسيش تشتركي وتفعلي جرس التنبيهات عشان الفيديو ما يفوتكيش.